السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناة المعاقين الحصرية، قناة يوميات عماد وداليا. أولا الله يكرمكم، والله العظيم أنا بديكم نصيحة مهمة. أنا حاسس إن إحنا بقينا كمعاقين دماغنا دي فيستك، والله بجد. الناس ولا بتصدق ولا بتآمن ولا بتنفذ. قبل كده قلت مليون مرة، أنت جيت عند المجالس تمام، هيقابلك ناس على الشارع بره هيقول لك عايز تعمل ملفك، نعمل لك ملفك. ده اول حاجه هيعملها فيك. اول حاجه الملف اللي ممكن يتعمل ب50 هيعمله لك ب100. تاني حاجه هيجي يقول لك يا باشا انت كده هتخش متاخر، احنا لو كده ممكن ندخلك بدري، وقوم هوبا لاقف منك 300 400 جنيه. هو احنا وصل بينا الغباء والهبل للدرجه دي؟ نسيب الناس تستعبطنا؟ هو احنا حمير يا جماعه للدرجه دي؟ في ايه؟ ما ينفعش والله العظيم. النهارده كان عندي عميله المفروض ميعادها الساعه 9 تمام، جت المكتب عندي فبتقول لي يا استاذ احمد في ناس قابلوني بره، فكانت بتقول لي يا استاذ احمد مش انا ميعادي الساعه 9؟ قلت لها اه. قالت لي في واحد قابلني بره بيقول لي يا مدام لو كده ندخلك بدري احسن كده هيدخلوك على الساعه 2. ها، لولا ان هي معايا كان زمانها خدت على قفاها. يا جماعه الله يهديكم، والله على فكره غبائنا وهبلنا. ما هو دايما اللي بيعمل ناصح بيتسك. انت يا بابا جاي المجالس عايز تصور ملفك، المكتبه كده كده هتقابلك اصلا وانت داخل. هما الناس دول اصلا بيعملوا ايه؟ بياخد منك الورق ويروح يصوره ويجيبوا لك تاني، بتيجي وانت داخل تقوم بقى معدي من قدام المكتبه برضه. ليه يا عم؟ وتخلي واحد لا مؤاخذه جاهل، جاهل يا جماعه، جاهل يضحك عليك ويستغفلك، بيقول لك تعالى ادخلك بدري احسن هيدخلوك متاخر وياخد منك 300 400 جنيه. في ايه؟ بجد ليه حق الحكومه والناس يضحكوا علينا والله العظيم؟ بجد قمه الهبل. الله، اللي عنده لجنه التزم بميعادك. في حاجه تانيه برضه، انت النهارده كعميل ميعادك الساعه 9 صح؟ رايح هناك من الساعه 7 تعمل ايه؟ ملوش لازمه. ليه؟ كده كده اصلا اللجنه بتدخل 3 4 مع بعض، فانت كده كده اصلا كبيرك جوه المجالس هتقعد لك ساعه او ساعه ونص بالكتير. ها، فبتاع الساعه 9 الصبح تعالى يا عم على الساعه 9 يا عم، حتى لو جيت على الساعه 10 عادي. دي حاجه. الحاجه التانيه بتاع بعد الظهر ده بقى اللي اقول له تعالى بدري. ليه بقى؟ لان بتوع بعد الظهر دول في ناس بتيجي تحط الورق عشان ايه؟ بيحجزوا الميعاد تمام كده، فانت تكون هناك على الساعه 11 ونص 12 وتحط ورقتك واستنى لما تخش. لكن انت متخيل جوه في الكشف هتقعد لا مؤاخذه ساعه؟ انت فاكر انت بتخش بتروح هناك يقوم مقلعك وباصص وسماعه لا طبعا، كلها مشاهده للشخص مع التقرير بتاعته. فمروح بدري ملوش لازمه، وبتوع بعد الظهر انت اللي تيجي بدري السيكه تعالى الساعه 11 ونص 12. جيت هناك ما تخليش حد يستحمرك ويقول لك تعالى اعمل لك ملفك. هو انت ايه؟ خلاص مفيش عقل؟ اخلي واحد يضحك عليا ياخد من ايدي ورقتين يخش يصورهم لي ويرجع لي تاني والحاجه ام 50 يقول لي 100 تمام، وفي الاخر وانا داخل اكشف برضه بقوم معدي من قدام المكتبه؟ ايه يا جماعه؟ الله يهديكم. السلام عليكم.